الشك، الحرام اللي بيدخل عقلنا ويلعب بأفكارنا ومشاعرنا ويقيد حركتنا، الحرام اللي بيخلينا نبدأ قصص ونسيبها في نص الطريق، قصص لو كانت كملت كانت حياتنا بقت غير. أنا رحاب أسامة وبرحب بيكم في حلقة جديدة من دير تو دير. كان في بنت اسمها سارة، لسنين كان عندها حلم إنها تبقى كاتبة. كل مرة تقعد تكتب يظهر صوت جواها يقول إيه اللي انتي كاتباه ده مش كفاية، غيرك سبقك وقال أحسن من كده بكتير، هتكتبي ده لمين؟ ده نهايته إحراج وفشل. وسارة ما كانتش بس بتسمع الصوت ده، كانت بتصدقه وبتسيبه يقودها، يخطط لها حياتها، يقول لها تفكر في إيه، تعمل إيه وتأجل إيه. ومع الوقت بدأت تختار الدين، سابت حلمها ومشيت في طريق مضمون، وظيفة ثابتة، حياة مستقرة من بره، بس من جوه في حاجة ناقصة. ومرت السنين وكل سنة الحلم يبعد أكتر وأكتر، لحد ما في يوم وهي بترتب ورقها لقت صندوق قديم جواه كراسات من زمان. فتحت واحدة وابتسمت، وبعدين واحدة تانية، وبدأت تقرأ قصص مش كاملة، شخصيات، أفكار، كلها من وحي خيالها. بس اللي هزها بجد مش إن القصص ناقصة، اللي هزها إنها شافت نفسها فيهم، شافت سارة الصغيرة اللي كانت بتحاول، وفي اللحظة دي فهمت حاجة وجعتها. هي ما فشلتش، هي بعدت واختارت تتخلى عن حلمها، وحست بندم تقيل، ندم على السنين اللي عدت وهي مستنية الثقة، مستنية الوقت المناسب، مستنية الإحساس إنها جاهزة. واكتشفت إن الحقيقة كانت عكس كده. الثقة ما بتجيش قبل الخطوة، الثقة بتيجي وبتكبر مع كل خطوة. سارة أدركت إن أكبر مخاطرة مش إنها تفشل، أكبر مخاطرة إنها تفضل واقفة في مكانها وقصصها تفضل جواها. ومن هنا بدأت تسأل نفسها سؤال مختلف، بدل ما كانت بتسأل إيه أقل مخاطرة، بدأت تسأل إيه أقل ندم. تخيلت نفسها عندها 80 سنة وبتبص على حياتها وسألت نفسها هو أنا هندم إني جربت وفشلت، ولا هندم إني ما جربتش أصلا؟ وغالبا اللي بيطاردنا مش الفشل، اللي بيطاردنا الندم إننا ما حاولناش. قصة سارة دي مش بعيدة، دي قصتي وقصتك. أنا ما كنتش هكون هنا ولا بصور الفيديوهات دي لو ما سألتش نفسي نفس السؤال. أنا ممكن أندم على إيه أكتر؟ هندم لو جربت وفشل، ولا هندم لو ما جربتش أصلا؟ لأن الحقيقة الشك في النفس طبيعي، بيظهر مع أي حاجة جديدة ومش دليل إنك مش جاهز. الشك مش الحقيقة، الشك إحساس، بس المشكلة لما نصدقه ساعتها بيبقى مش بس إحساس، بيبقى حرام، بيسرق فرص وقت ثقة، وبيسدنا في الآخر الندم. واللي اتعلمته غير الطريقة اللي بشوف وبكلم بيها نفسي. في الأول كنت بهرب من صوت الشك، لكن ده كان بيخلي صوته أعلى، لحد ما وقفت وسمعت، مش علشان أصدقه لكن علشان أفهمه. واكتشفت إن الصوت ده مش أنا، ده صوت من أصوات كتير جوايا، زي صوت الخوف، صوت الحماس، صوت الندم. ولما بصدقه بيكبر وبيخرج عن السيطرة ويبتدي يقود ويتحكم. مع الوقت فهمت حاجة مهمة، كل ما برتبط أكتر بقيمة اللي بعمله، كل ما الأصوات اللي بتحاول توقفني أو تحميني من المجهول بتهدى. وبدأت أفهم إن كل محاولة هي تجربة، مش حكم عليا لا بالفشل ولا بالنجاح. ولما بطلت أضغط على نفسي إني لازم أنجح وأوصل وأحقق، وسألت نفسي أنا حابة أكتشف إيه، الدنيا خفت. وأنا هنا النهاردة علشان ما استنيتش أبقى جاهزة. بدأت خطوة صغيرة وبعدين خطوة تانية، وكل خطوة كانت بتعلمني إن الثقة بتتبني بالعمل، وإن الوضوح بيجي مع الحركة. ويمكن ده نفس المكان اللي انت محتاج تبدأ منه، المواجهة، مش مع الظروف ولا مع الناس، مع نفسك. الشك سرق منك ايه قبل كده؟ ولو فضلت تسمع له هيسرق منك ايه كمان؟ يمكن المشكلة مش انك بتشك، المشكلة انك مصدقه. والفرق كله في اللحظة اللي بتقرر فيها هتسمع له ولا هتتحرك. الشك مش معناه توقف، معناه تتحرك من مكان وعي وتقدير، مش لوم ولا اتهام. تجرب، تتعلم وتكمل، تبدأ حتى لو بخطوة صغيرة. وافتكر
إن الثقة بتتبني بالعمل وإن الوضوح ييجي بالحركة. ومن هنا خليني أسألك، لو الشك هدي شوية، إيه أول خطوة هتبدأ بيها النهاردة؟ لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشاركه مع اللي حواليك، يمكن يكون داعم ليهم في رحلتهم.